السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد. كي راكم دايرين خياتي، كي راكم دايرين حباباتي، كي راه دايره ميمتي واختي والموند اونتي، ان شاء الله راكم كاع لاباس من الحداده للحداده. واش راكم دايرين فيها مع رمضان؟ اليوم جبت لكم طاجين حلو خياتي. قبل هذا ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو القناه اللي مش مشتركه تشترك، ونقولوا بسم الله. بسم الله. هنا عندي كيله تاع زبيب وبرقوق ومشماش. كيلة يعني من كلش ديري شوية شوية شوية، تحصلي على الكيلة، دوك تخدمي بالكيلة تاعك، يعني ماشي عينك ميزانك ولا طاجين الحلوة ماهوش عينك ميزانك، لازم ديري كيلة منهم كامل. هنا عندي ماء سخون يغلي، درت فيه البرقوق تاعي ولا العينة باش تروح لها هذيك الكحولية. شوفوا صدقوني مالغري درتها 2 خطرات في الماء سخون وعاودت شللتها، وما تقدرش نتخلص من هذيك الكحولية اللي في العين. ما عرفتوش، أنا شريت هذه تاع الجزائر، يعني منتوج جزائري. كي رُحت نشري لقيت تاع إسبانيا، لقيت تاع بزاف بلايص يعني، وأنا جبت de préférence كنت نشجّع المنتوج الجزائري، جبت تاع الجزائر. هنا نروحو في طاجين ولا في مقلة تكون عالية شوية، على نار هادية، ندير مورف كبيرة تاع لا مارغرين ولا تاع السمن، درت معاها عود تاع قرفة، وهنا عندي العبار تاع السكر ناقص 2 صباعتين. السكر كنت ندير وقت فات كنت ندير عبار تاع السكر، ودوك نقصت راني ندير عبار قل 2 صباعتين تاع السكر، باش ما تجيش الطاجين حلو لديك الدرجة يتعسل. هاكا نحط السكر تاعي مع المارغرين والقرفة هما الوالا، ندير 2 عبار تاع الماء، العبار ندير عبار معمر قد، 2 عبار تاع الماء يكون شوية دافي، نخلّط ونطفّي عفوا نغطي عليه حتى يذوب السكر، نخليه يغلي حتى يذوب السكر، مش بزاف، حوالي 3 دقايق 4 كي نتأكد بلي السكر ذاب. نجيب الزبيب المشماش بعد ما كنت غسلتهم أكيد، نديرهم هما الوالا، يقعدوا يطيبوا حوالي ربع ساعة على نار متوسطة، النار ما نزيدلهاش بزاف باش ما ينشفش معايا الما، وما نقصتهاش ثاني بزاف، نديرها متوسطة. كي تولي تغلي قلت لكم ربع ساعة بعد الغلية على نار متوسطة، نضيف البرقوق تاعي. تخيلوا أنا البرقوق تاعي، شوفوا كي ضفت حبات الولا قعدت لي لاصوص مازالت صفرا، كي درت كامل لا كونتيتي ولات لي لاصوص مارون، يعني ولات لا كولور تاعها ولات فونسي. هذا الشي اللي قلقني، مالغري درتها في الاخر ما درتهاش من الاول، بصح تبان لي لا كاليتي هذه اللي شريتها هي انا تاع البرقوق. مي بون صح في البنة، يعني طاجين الحلو بكري ما كانش يجي شفافة صراحةً، طاجين الحلو بكري كان يجي بني، كانت المرقة تاعو تجي عادي، يعني تجي لا couleur تاعها beige foncé بني، ماشي كيما دوكا يديروها سيرو فريمون شفاف. درت لا quantité تاعي، شوفوا معايا هي كي بدات تغلي، غلاتو كامل، تبدلت لا couleur تاع لاصوص تاع هادي، شفتوا كيفاش؟ مالغري كنت أنا باغيتها transparente، ما كنتش باغيتها. شوفوا كي يغلي 10 دقايق من موراها، شوفوا الفقاعات تاعي ماهمش كبار هذيك الدرجة، كاين فقاعات بصح ماهمش كبار لهذيك الدرجة. ندير شبح الصفرا تاعي، نحط شبح الصفرا، على بالي بلي كامل خدمتو هاد السنة، malheureusement راني ما شاركتش معاكم الوصفة تاع شبح الصفرا، مي بإذن الله راح ندير لكم فيديو عليها. نزيد نخلي 10 دقايق نخليها تغلي مع شبح الصفرا، ونخلي شبح الصفرا تعاود تحيا ويعني تتشرب حتى هي من داخل. هكذا شوفوا معايا الفقاعات كيفاش راهم دايرين، كلش بالفقاعات، كي تشوفي الفقاعات بداو يكبروا خلاص ما عندك ما تزيدي. درت هنا حوالي عصرة تاع ما زهر، 2 مغارف كبار ولا تاع الماء زهر، تحركي وتطفي، وهو كل ما يقعد طاجين حلو بزاف كل ما يحكم روحو، يعطي البنة ويعطي يخرج كامل واش عندو، تغطيه وتخليه حتى تبغي تبريزونتيه، والبريزونطاسيون كيما تبغوا.
حنا باش كاسي لا كولور قص شويه كاوكاو من الفوق. هي انا ماما ديري لوز تقليه ولا تحمصيه ولا وديريه من الفوق يجي ما شاء الله. ان شاء الله طاجين حلو يكون عجبكم خياتي، جبت لكم بالصحه والهنا ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم، جربوا الوصفه ما تنساونيش، وخليوا لي على بعثوا لي على صفحتي على الفيسبوك اذا جربتوا الوصفه. وما تنساونيش بالدعم بالجيم لا فيديو البنات. نقول لكم نبغيكم كامل كيما طاجين حلو هذا، ومع الف الف سلامه.